ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى ايه، قلت اما اعمل لكم فيديو كامل عن الاكل النهارده. طبعا الظروف صعبه جدا والناس كلها طبعا عايشه الوضع اللي الكل عايشه. فانا قلت مش هكتر في الاكل ومش هافور. كل سنه وانتم طيبين طبعا. آه، احنا بقى النهارده كان عندي ديك رومي، مش كبير قوي، 6 كيلو بس، او 7، او يعني ايه 6 ونص. قلت بقى ايه، مش هعمله سليم علشان في اطفال وكده. قطعته زي الفراخ كده، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حلو جدا زي ما انتوا شايفين. ودي قطع الصدر بتاعته رحت مقطعاها قطع زي اللحمه. بصراحه ريحته حلوه جدا ما شاء الله. و... وقسم معايا قطع كتير. وهو بقى قلت اما اعمل شويه بطاطس صينيه كده في الفرن مع ايه، مع الديك لما ادخله الفرن. عملت بصلتين حلوين مع 3 فصوص توم وشوية فلفل حراق كده ايه، عشان تبقى محبشة. وكمان شوية توابل كده حلوين. حطيت فلفل اسمر وكركم وكاري وكزبرة وكمون وفلفل اسمر، وكمان شوية ملح. وتبلنا ده كله مع بعض كويس. حضرنين البطاطس مقطعينها وغسلينها كويس، وكمان ضاربين الطماطم في الخلاط وجاهزة. قلت بقى ايه، انا مش عايزه اكتر النهارده في الاكل. كلنا اول يوم صيام، وان الاطفال كلها بيبقى همها كله على الميه. فعلشان ما فوتش بقى اكل ونقعد نشيل في التلاجة وناكل تاني يوم والكلام ده. فقلت لا، خليني اعمل حاجه خفيفه خفيفه كده، علشان ايه، اتجنب الموضوع ده. عملنا كده، حضرنا صينيه البطاطس وكنت بسيح شويه سمنه كده، مش كتير، 2 كيلو سمنه بلدي كده. هنعمل شويه تتبيله كده للديك الرومي ادخله بيها الفرن. حطيت بصلايه حلوه في الكبه، وعليها طماطميتين، وهنضربهم ناعم جدا. وبعدين نحضر بقى التوابل، طبعا زي ما انتم شايفين، كركم، كاري، فلفل اسمر، كزبره، كمون، شويه ملح، بهارات فراخ. ضربت كله دوت زي ما انتم شايفين مع بعض، وحطيت شويه زيت حلوين. وهنحط باقي معلقتين صويا صوص ومعلقتين دبس رمان، زي ما انتم شايفين اللي قدامكم بالظبط، معلقتين ومعلقتين. وهقلب كل ده كله مع بعض، وهدهن بيه بقى الفراخ، همسكها كده ايه، اتبلها بيه زي ما انتم شايفين، وندخلها الفرن هي وصينيه البطاطس. وعملنا شويه رز بشعريه، انما ايه، حلوين جدا ومفلفلين. برضو احنا في الكميات مش مكترين علشان نتجنب موضوع بواقي الاكل. حضرنا شويه الرز، وانا جنبي السمنه عماله بقلب هنا شويه واقلب هنا شويه. كل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي حطينا الملح والفلفل الاسمر، وهنزود بقى الرز. خلاص ايه، قربنا على الفطور. لازم نتاكد ان احنا سايبين شويه شوربه زياده علشان الرز ما يبقاش ناقص شوربه. ودلوقتي السمنه بتاعتنا اتعملت وبقت ما شاء الله زي ما انتم شايفين ذهبيه ازاي. بسيبها ترتاح شويه وبعدين بنقلها في علبه تانية على جنب. والاكل بتاعي كله بقى جاهز. ما تنسوش تدعموني وتسيبولي تعليق حلو من ذوقكم. وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.